السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهى وده بودكاست بداية جديدة. في وقت من الأوقات هتفوقي وتلاقي نفسك وسط ناس كتير، بس هتحس إنك لوحدك. وهنا هتبدأي تسألي نفسك، ليه كل ما أدي أتوجع؟ ليه بحس إن وجودي بيتاخد كأنه عادي؟ الجواب ببساطة لأنك لسه ما اخترتيش الناس اللي ربنا اختارهم ليكي. الناس اللي حواليكي هم مرايتك. في ناس هتشوفي نفسك فيهم أجمل، وفي ناس هتشوفي نفسك فيهم متكسرة. علشان كده لازم تختاري بعناية مين يدخل دايرتك، لأن مش كل الناس تستحق وجودك. اختاري الناس اللي تتكلمي معاهم تحس براحة، مش اللي يحكموا عليكي، اللي يسمعوكي وتطلعي من عندهم خفيفة. الناس اللي وجودهم طاقة مش تعب. الناس اللي حواليكي مش صدفة، ربنا بيبعد ناس علشان يحميكي، وبيقرب ناس علشان يعلمك. في كل حد بيجي أو بيروح دي رسالة من ربنا ليكي. يمكن تكوني انتي مش شايفاها دلوقتي، بس مع الوقت هتفهمي ان كل وجع كان حماية، وكل بعد كان خير. اختاري اللي يحبك لله مش لمصلحته، اللي لما يشوفك وقعتي يشدك من غير ما يلومك، اللي يدعيلك من دون ما يحتاج منك أي حاجة. وبعيدي عن اللي بيكسرك وبيدعي إن هو بيحبك. الناس دي امتحان مش رزق، امتحان علشان تعرفي تختاري وتتعلمي إن الحب الحقيقي مش وجع، الحب الحقيقي راحة وسكينة. وفي الآخر قبل ما تختاري أي حد قولي يا رب لو فيه خير قربه، ولو شر ابعده. خلي ربنا شريكك في كل اختيار، لأن القلب لو استأذن ربنا قبل ما يحب عمره أبدا ما ينكسر. أنا نهى وده كان بودكاست بداية جديدة. ما تنسيش تشتركي في القناة علشان يوصلك مني كل جديد. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. مع السلامة.